هلا هلا حمودي. هلا والله ام الياي، شلونك؟ الحمد لله بخير، وانت شلونك؟ والله الحمد لله كل شيء تمام. وانتوا شلونكم؟ شو اخباركم؟ جاهزين لحلقة اليوم؟ يعني حلقة اليوم عن جد جدا مميزة، لأنه رح نحكي عن اختراعات صارت بالصدفة. وحلقه سريعه خفيفه لطيفه. كم اكل على راحتك انت، خلص اكلك واحنا راح نسولف. اكل ياسمين، اكل هي ياسمين. كملي ام الياي. شو عم تقول اسمي؟ لا مو ياسمين، ياسمين. حلوه هاي ام الياي. أنا كانوا يقولوا لي يا ضعيف أنا صغيرة. ضعيفه؟ صدق ضعيفه؟ على طول كانوا يقولوا لي يا ضعيف، يعني عكس ياسمين. ياسمين يا ضعيف، هابطه. هي انا ياسمين. اروح للبيت. سكتوا لك ياسمين، احكي لنا نكته. فيه نملة تبي تدخل من تحت الباب، بس رجلها علقت ليه؟ حاطه كعب عالي. ياسمين تشبي. شنو اول اختراع اكتشفوه بالصدفه؟ الميكروويف. وات؟ يس، تخيل ان الميكروويف عملوه بالصدفة. اخترع المهندس بيرسي سبنسر، كان عم يعمل أجهزة الرادار. تخيل. ايه ولاحظ انه قطعة شوكولا في جيبه دابت. هذا غير خطر شلون عاش؟ اكتشف انه موجات الميكروويف بتقدر تسخن الاكل بسرعة، واو. وهيك اخترع جهاز. يعني الميكروويف بالاصل اختراعه بالصدفه، كان عم يكتشف، عم يخترع اشياء تخص الرادار واخترع الميكروويف. وذاب القطعه مع الشوكولاته بجيبه. مهم. هذا غير صايح، بس احب الميكروويف، احسن اختراع اشوفه. سريع، يقولوا انه يحط ضار. 30 ضار روحي. مثل هذا يقولون انه المشروبات الغازيه الدايت مضره للجسم. طلعت احصائيه انه انت اذا تشرب 10 كاسات 10 علب مشروبات غازيه باليوم، يلا عود تضرك. من يشرب 10؟ منو؟ في ناس عندهم ادمان بيشربوا كتير. ايه صحيح، ايه صح. اوكي، عشيش على اول مضاد حيوي بالعالم اللي هو الانتيبايوتيك، اللي تحطه من انت صار عندك التهاب تحطه، او تشربه من انت سنونك توجعك، او ابره. او ابره حتى. يما ذكرتيني. انت بتتذكر. اي والله. شاف العالم الكسندر فيلمينج عام 1928 قبل فتره، بعد عودته من اجازه، لقى انه عفن اخضر نمى بطبق بكتيريا وقتل الجراثيم المحيطه به كله، قتل البكتيريا كلها. هذا العفن اللي هو البنسيليوم اصبح مصدر اول مضاد حيوي بالعالم. واو. يعني هو بالغلط اجى من السفر، لقى انه هذا البنسيليوم العفن للنمى قتل كل البكتيريا الموجوده محيطه، واكتشفوه عام 1928. على فكره المضاد الحيوي يقولون انه هو اعظم اختراع البشر. لان ياسمين قبل من تنجرح انت، شلون الالتهاب شلون توقفه؟ ما توقفه انت، اعشاب وتجوز تموت، ينتشر، تنبتر الايد مرات اذا شايفين. صحيح. فاكتشفوه هذا. والله صايع هذا الكسندر، والله قوي. تخيل انه اخترعوا الاشعه السينيه بالغلط. الاكس راي. يس. اللي من تروح للطبيب يسوي لك اكس راي على مود تشوف اذا يدك مكسوره او تماما. لا. اكتشفها الفيزيائي فيلهم. اوكي، بيا سنه؟ عام 1895. وات؟ لاحظ توهج شاشه قريب. 1895. يس. يعني قبل كان 1800 كان عندهم اجهزه يشوفون اكس راي، يعني قبل اخترع. الانتيبايوتيك، حتى قبل لا يكتشفون تماما. لاحظ توهج شاشه قريبه بسبب اشعه غامضه وغير مرئيه تخترق الجسم اللين، واو. بس منعدم، مما احدث ثوره في الطب. اوه ماي جاد. حرفيا هذا كان اهم اختراع. صدق؟ لا مو اهم اختراع، مو اهم من الانتيبايوتيك مضاد الحيوي. لا بس كمان جدا مهم، يعني هن من قبل ما كانوا بيعرفوا شو المكسور وين المكسور. بس حتى لو اكتشفوا، يعني شلون يسوون عمليه جراحيه مثلا قابل؟ معقول لا بس عندهم؟ انه كمان تخيل انه شيء مثل هيك اخترعوه بالصدفه. صراحه شيء يعني كثير شيء قوي. ده. سمع الشيء الغريب اللي اكتشفوه بالصدفه؟ الشيبس، رقائق البطاطا اللي والله؟ هي الشيبس. اوكي، الشيبسي على قولة المصريين، الشيبسي. ابتكرها الطاهي جورج كروم عام 1853. البطاطا اقدم حتى من الكاميرا يمكن. كثير قديمه. من اشتكى عنده زبون من البطاطس المقليه السميكه. اجى زبون شاف البطاطا سميكه. قال لك شنو هاللعبان النفس هذا؟ قام كروم بتقطيع البطاطس الى شرائح رقيقه جدا، وقال لها حد ما صارت قرمشه تصير هي اشهر بطاطا. صراحه هي اشهر فاست فود واشهر شيء تسوي البشر صراحه حاليا. يعني هلا موجود. مع العلم ان البطاطا سوت حرب عالميه، والبطاطا نفسها اللي هي سوت مجاعه. البطاطا شيء كلش عظيم، الدحيح حكي عليها بحلقه كامله. البطاطا لازم نعمل حلقه عن البطاطا صراحه مخيف. طب تعرف شو اللي اخترعوه كمان بالصدفه؟ شيء انت كتير بتحبه. انتي
اموت عليك. الكوكا كولا. اوبا. الكوكا كولا اخترعها الصيدلي جون عام 1886. او ماي جاد. أول شيء كان عم يحاول يعمل دواء للصداع، وبالصدفة خلط الشراب المركز مع المي الغازية اوكي. بدل المي العادي، مما أدى إلى ولادة أشهر مشروب في العالم الكولا. وات ذاتس كريزي. اول مره اعرف والله صراحه انه حتى أنا. الالعاب الناريه. تخيلي الالعاب الناريه اكتشفوها بالصدفه. تقول الاسطوره انها اكتشفت في الصين القديم منذ حوالي 2000 عام. أوف. وش هاي؟ قام شخص خلط الفحم والكبريت ونترات البوتاسيوم، مواد بشعه يعني بالمطبخ، حطها بانبوب من الخيزران، ومن القى الانبوب بالنار، من شمر الانبوب بالنار انفجر الانبوب. فمنها اخترعوا الالعاب الناريه من 2000 سنه، قبل 2000 سنه. اوه ماي جاد. راس السنه مخبلينا بها الالعاب الناريه. من العلم هي كثير خطره. ترين مره واحد من اقربائي احترق من وراها خطيه، لان الشاقه بيناتنا هيجي. فواحد من الشباب، هاي تعرفين هاي تسوي هيك، هاي مال هاري بوتر جايبتها. هاي الالعاب الناريه تسوي هيك، حطها بصدرها خطيه، اشرها وحطها بصدرها. بلاستيك يا احمد. البلاستيك؟ البلاستيك اخترعوه بالغلط كمان. اخترعوا ليو عام 1907. كان عم يحاول صنع بديل لمادة شلاك العازلة، فخلط مادتين كيميائيتين تحت حرارة وضغط لينتج أول بلاستيك صناعي بالعالم كله. اوف. حاليا ترى البلاستيك شيء كلش مو زين للبيئة. طب بتعرف انه هو قديش ضار؟ ايه. وبتعرف انه هن اخترعوا فكرة انه البلاستيك يعاد تدويره كرمال الناس ما تحس بالذنب. أيه. ما في شيء اسمه إعادة تدوير، بالأخص أنواع كتيرة من البلاستيك بتكون أصلا من البداية ما خرج أنه تعمل إعادة تدوير. تخيل. مع العلم تدري اكو حتى ملابس يصنعوها من البلاستيك طبعا. اللي يسموها الفايبر، يمكن نسيت اسمها. لا هو هاي مش يعني شو كان اسمه؟ تدرين هي بوليستر رخيصة حيل. تدرون من شنو مصنوعة؟ بلاستيك. شايفين المكناسة هاي الشعر بالاخير تكنس بيها القاع، هذا نفس البلاستيك يضعفوه اكثر ويسووه على شكل خيوط ويسوون من خلاله الملابس. يعني بلاستيك بحت، من تحطه على جسمك يذب سموم على جسمك. فارجوك لا تاخذ اي شيء بوليستر حتى وان كان رخيص، يعني مو زين. حتى من تحرقه تشم ريحه بلاستيك. فما اعرف يعني. الداينامايت، تعرفين داينامايت انه هو يعني اشهر اختراع. تشيكن؟ لا يا تشيكن. الداينامايت لك مو الصوص خلاص. الصوص لك لا شو اسمه اللي يستخدموه بالتي ان تي ويحطوه اشياء متفجره بالضبط بالحروب. هذا اعظم اختراع بالحروب قبل، يعني فهمتيني. كان شيء كل سهل تسويه، تشمره على العدو، غريب دمر العدو كله، يموت في 200 300 واحد. اخترع العالم ألفريد نوبل بالصدفه. انكسرت عبوة نيترو وهو مادة سائلة وتسربت إلى مادة ترابية امتصتها، لأنهم يحطون تراب ويا التي ان تي، مما جعل المادة المتفجرة أكثر استقرارا وأمانا. هذا الخليط أصبح داينامايت، بحيث قبل ما كانوا يسيطرون على الانفجار، فمن مسجوه هذا النيترو السائل ويا التراب أي بالضبط، قاموا يسيطرون عليه. شو وقت يفجروه، شو وقت يشمروه، شو وقت، فهمتيني؟ خابيل والله صراحة. والله في كتير شغلات اخترعوها بالصدفة. ما كنت بعرف. طب شو رأيك انه صبغة الملابس كمان اخترعوها بالصدفة؟ واو. صبغة الملابس اكتشفها الكيميائي الشاب ويليام هنري بيركن عام 1856. كتير قديم. وهو كان قد ايه عمره؟ 18 سنة. وات. كان عم يحاول صنع دواء للملاريا. مرض الملاريا. يس كان عم يحاول يصنع دواء من قطران الفحم. كان عم يحاول يصنع الدواء. شلون قطر الفحم اصلا؟ بس انتج بالصدفه سائل لونه ارجواني كتير حلو، اللي صار اللي اخترع اول صبغه صناعيه بكل العالم. كان اول صبغه ارجوانيه يا لون، يعني البنفسجي هيك لو احمر ارجواني. هذاك احمر المحليات الصناعيه بدنا نخترعوها بالغلط. اكتشفها قسطنطين فاهلنبرغ عام 1879 بعد ان نسى يغسل ايده. نسى يغسل ايده بعد الشغل. نسى يغسل ايده ورا الشغل بالمختبر. لاحظ طعم حلو على صابعه اثناء تناول الطعام، ليكتشف بالصدفه اول محلي صناعي. شلون لحس ايده؟ يعني ما فهم. لو ده ياكل الا ياكل بيده. هو عم ياكل بايده اكيد. هو مبين مو عربي، فاهلنبرغ يعني الماني المفروض. هو ليش ما حدا بياكل بايده؟ يعني ضروري الرز يكون عم ياكل بايده، بكون عم ياكل شيء بايده وحس وسوى وحس ايده يعني او الاكل نفسه صار فيه طعمه حلاوه بالغلط. يجوز. تخيل ان الزجاج الامن كمان اخترعوه بالصدفه. الزجاج هذا مال الحمايه. اخترع العالم الفرنسي
ادوارد عام 1903. What؟ تخيل قديش قديم. وقعت منه قنينة زجاجية مغطاة بطبقة بلاستيكية من الداخل وما انكسرت. اوكي. وهيك اجتها الفكرة انه الزجاج هيك بيصير مقاوم للكسر، يعني يحطوا صاروا بلاستيك، يستخدموه للسيارات يحطوا بلاستيك ورا الزجاج على مود من يصير شيء مشان اذا لما ينكسر ما يفرط، اللي هو زجاج السيارات انا قصدي. فهمتش ايه. فلما حط عليه بلاستيك صار ينكسر بس ما بيفرط بالضبط. فصار الزجاج الآمن. من تكسرين زجاج السيارات مبين انه هو ما ينكسر قطعة مثل واحدة لأنه فيه بلاستيك. بالضبط. ما ينكسر مثل باقي الزجاج، بضل ماسك ببعضه، بضل ماسك مثل تماماً. جلد عبالك بيه. اوكي، راح تشيش على المادة يستخدموها تقريبا كل الشركات بأواني الطبخ على مود تكون مقاومة للحرارة، لأن هذني نستخدمها نحن ترى المفروض مو يذوبن بس يعني يصيرن حمراء. التيفال تقريبا تيفال، اي يمكن يسموها تيفال هي، بس هي بالماده العلميه يعني الماده اسمها العلمي تفلون. اوكي، بالعاده الحديد من تحميه انت يصير احمر، شئت ام ابيت يصير احمر. جيبي خاشوقه او جيبي ملعقه او حطيها تصير حمراء. بس هاي الماده اكتشفها الكيميائي روي عام 1938 اثناء عمله على تطوير مبردات مو مال البيت، لا. جمد الغاز اللي كان يستخدمه وتحول الى ماده بيضاء، تجمد صار عمليه كيميائيه وصار ماده بيضاء مزلقه ومقاومه للحراره بطريقه كلش شديده، فهمتيني؟ والتي يستخدموها اليوم في اواني الطبخ. حاليا احنا اي شيء تستخدميه انت اي بس كريز. بس تعرف انه بيقولوا انه ضاره؟ ما اعرف انا اول انه ما لما أسمع. تتقشر هاي الماده احيانا بتتقشر، فهاي يعني اخطر شيء ممكن انت تستعمله لما تتقشر، لانه هاي لما تتقشر بصير لما انت عم تسخن شيء عم تطبخ شيء جزيئات كتير صغيره انت ما بتشوفها بعينك بتفوت بالاكل وبتاكلها انت. هاي خلص بتضل بجسمك، يعني كتير خطره. ما اعرف والله. كيفكم؟ جهاز تنظيم ضربات القلب. اوكي، ايش بيه؟ اخترعه جون عام 1950. كان عم يعمل بحث عن انخفاض درجة حرارة الجسم. اوكي. فحاول استخدام ترددات الراديو لإعادة حرارة الجسم. لاحظ أن القلب اللي بوقف عن النبض بسبب البرودة ممكن إعادة تشغيله إذا تم تحفيزه كهربائيا. يعني هاي تماما يلي كهربائيا مما أدى إلى فكرة الجهاز. حرفيا هاي الجهاز الصدمات بالكهرباء، الانعاش يسمونه. ايه صدمات الكهرباء. طوط. تماما. يما الله لا يدخلنا، الله يبعدنا على المستشفيات. آمين. بس يعني واو والله صراحة من أعظم الاختراعات اللي موجودة صراحة. تم اختراعها بالصدفة. واو، هذه صراحة حلقة كلش معقدة وكلش حلوة، واكتشفنا بها هواي يعني هواي منتجات او هواي اختراعوها بالصدفة. اكثر شيء كان غريب بالنسبة لي الميكروويف والكولا. كولا يعني الكولا يعني واو. صارت غلطة وصارت اكثر مشروب يعني مليارين بشر يشربه كل يوميا. جد شو قاعد يصير؟ حلقة خفيفة لطيفة. Thank you guys so much. أحمد تعب، فبليز لا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت كمان. كرمال أي فكرة أنتم حابين أنه نصورها بالحلقة الجاي، أكتر كومنت عليه لايكات رح نصور. فنشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. باي باي. هذه الحلقة برعاية ألفا فاكتوري، حيث تولت الإخراج الفني ضمن رؤية إنتاجية متكاملة.